السلام عليكم ورحمة الله، اللهم صل وسلم على رسول الله. مرحبا بكم اليوم مع قناة لكي. اليوم إن شاء الله جبت لكم أروع وصفة تاع كروكي، وصفة مختلفة تماما عن الوصفات اللي مداري تشوفوهم. الوصفة تاع اليوم ديريها مشروع من البيت وعينيك مغمضين، لأنه راح يكون عليه طلب بالبزاف، لخاطرش بزاف بنين. شنقول لكم غادي تشوفوه، شوفوا كيما نقطعوه كيما يقعد، وزيت يقعد مقرمش لأطول مدة ممكنة، والداخل طري. ما شاء الله الوصفة تاع اليوم نتمنىكم قاعد تجربوها، وما تنسونيش بصالح دعائكم كيما راكم معوديني. ونقولوا نبدو على بركة الله، بسم الله. وقبل هذا نشهيكم فيه شهيتكم في الجنة. شوفوا لي اللون الموحد وشوفوا لي الداخل كيفاش داير والمذاق تاعه. على بركة الله نبداو في الوصفة. غادي نعبروا بالكاس ولا الكيله. الكاس تاع 220 ملل، تقدري تكبري ولا تصغري كيما بغيتي. كاس تاع البيض ولا كيله تاع البيض مع كيله تاع السكر ورشه تاع الملح. اليوم ما غاديش تخدموه بالباتور ولا ما تخدموش بالبيتخان، غير بيدك براحه اليد، ولا غير بالفوي. غادي نخدمه بالفوي انايا البيض والسكر والملح مليح مليح، حتى اللي نحاول ندوب هذاك السكر حوالي 80 حتى 85%. هكا نضمنوا بلي حبيبات السكر ما بقاتليش. هنايا التيست اللي نديروه تقضبي كيما هكا بيدك، تحكي بزوج صباع تشوفي السكر لا داب. من بعد هنايا غادي نجيبو كاس تاع الزيت. الكاس اللي تبدو به كملوا به، ولا العبر اللي تبدو به كملوا به. هذا العبر هنا غادي يعطيكم كميه كبيره ما شاء الله. هنايا غادي نحط هذاك الكاس تاع الزيت على دفوعات 3 ولا 4 تاع الدفوعات، وراكي تخلطي هكا بالفوي. كما قلت لكم تقدروا تخلطوه غير بالفرشيطه ولا بيدك براحه اليد. هنا غادي نبقى نخلط حتى اللي يدخل لي كاع هذاك الزيت في قلب الخليط الاول. تروحي تجيبي هنا مغرف تاع عسل، وهذا السر الاول. العسل غادي يعطيه واحد اللون رائع جدا، يجي موحد كيما التحت كيما الفوق. هنا خواتاتي شوفوا نخلط هذيك الملعقه الكبيره تاع العسل ونزيد هنايا في كل زوج حبات تاع بيض. يعني غادي تحسبي البيض اللي يكون فيه هذاك العبر اللي ديريه. في كل زوج حبات تاع بيض راح تديري معاهم ملعقه تاع فلون. الفلون هنايا درت بنكهه الفانيلا، تقدروا ديروا نتوما بنكهه الليمون. ما لقيتش انا بنكهه الليمون، يعني كانت عندي وكملت لي. ماذا بيكم ديروا بنكهه الليمون يجي تاني رائع. هنايا خلطت هذوك زوج مغارف تاع فلون، قلت لكم كل زوج حبات بيض قابلهم مغرف تاع فلون. ومن بعد هنايا غادي تروحوا تجيبوا مبشور الليمون. الليمون دروك كاين الاصفر وكاين الاخضر، والاخضر يكون قوي على الاصفر. هنا بشرت هنايا المبشور تاع الليمون، وغادي نزيد تاني زوج مغارف كبار تاع ليمون، عصير الليمون. راكم تشوفوا هنا حاولوا تقلعوا لها هذيك العلف اللي طيح لكم ولا العظام، اقلعوهم. هنا شوفوا اخواتاتي ما يعادل زوج مغارف كبار تاع الليم. هنا يا خواتاتي نخلط مليح مليح، وشوفوا لي تمازج الروائح والالوان، يعني ما شاء الله. تجوا هنا تجيبوا الفرينه. والفرينه هنا ما غاديش نعطيكم مقدار معين، غادي نوريكم القوام تاع العجينه. حطيت الفرينه ومباشره نهويها كيما هكا ونغربلها. راني نخدم ونغربل فيها في نفس الوقت. هذه تاني حاجه اساسيه باش الكاطو تاعك يخرج لك من الداخل خفيف ومهوي. تروحوا تجيبوا هنايا ساشي كومبلي تاع 10 غرامات تاع خميره الحلوى، والساشي الزاوج تقلعوا منه غير شويه تاع خميره الحلوى، تقلعوا حوالي ربع ملعقه. يعني باكي تاع خميره الحلوى والباكي الزاوج قلعي منه ربع ملعقه. من بعد هنايا كي ضفته غادي مع الفرينه ديروا يدكم على شكل فوي، تحلوا صباعكم هذوك الخمسه تحلوهم على شكل فوي. وهذا تاني سر باش يخرج لك من بعد مهوي وما يتشقق لكش. ومام كي تقعدي تحربشي فيه ما يديرلكش هذيك الفقاعات في الوسط ويقعد لك خاوي. تبعوني مليح خواتاتي، راني نشرح في ادق التفاصيل. هنا غادي نقعد نزيد في الفرينه غير بشويه، وما زلت هنايا صباعي راهم محلولين، ونبقى نلم بلا ما نعجن. لو كان تعجنوه غادي يولي لكم مطاطي من بعد، ما يجيش بالقوام اللي رانا باغينه نتحصلوا عليه. شوفوا خواتاتي نزيد ديك الفرينه غير بشويه، وما تحطوهاش دفعه واحده، كل وحده والفرينه اللي تستعملها. كاين متعدده الاستعمالات، كاين تاع الكاطو، كاين اللي تشرب كاين اللي ما تشربش، سا ديبون. هنايا غادي تنقوا يدكم كيما هكا باش ما تنشفوش بزاف. وشوفوا معايا القوام تاع العجين هنا مهم جدا انه يبقى لك طري، ما تنشفيهش. هنايا شوفوا لي خواتاتي يلصق لك في يديك. هنا غادي نوخرها على جهه هذا الغيسيبيون، نرش فوق البوطاجي شويه تاع الفرينه. وهنايا غادي نقسمها هذيك العجينه الى 3، قسمتها الى 3. حاولت نديرهم قد قد. جيبوا السنيد تاعكم، السنيد تاعي فيه 40 على 30، هذاك اللي يدخل الكوشه. هنايا خواتاتي تدهنوه بمسحه تاع الزيت هكا، تمسحوه بالزيت وديروا في يديكم الزيت. اي لاقل ديروا في يدك الزيت باسكو العجينه تلصق.
هنا نحاول نحربشها، تحربشوها عادي، ما تخافوش تبقى لكم هنا الداخل مجوفه ولا فيها هذاك الهواء ولا، باسكو رانا لامينها ولا عاجنينها بالطريقه الصحيحه. شوفوا لي هنايا راني نحربش فيهم عادي، حاولوا تديروهم كاع قد قد، وهنا معليش لا يكونوا هكا معوجين ولا، غادي نسقموهم في السني. راكم تشوفوا ساهل ماهل في وقفه، راكي تحضري كميه كبيره بلا عجز، غير نوضوا خواتاتي ديروه، والله العظيم من قلبي نتمنىكم كاع تذوقوا هذا الكروكي تاع اليوم. ترفدوهم وتحطوهم هنا قدامكم في السني. راكم تشوفوا هنا حطيتهم عاوجين في السني عادي، لخاطرش غادي نسقمهم دروك بزوج تاع لي كوبات. هنا نعاون روحي بالكوبات ونسقم هذاك الحربوش ونعطي له الشكل مستوي من الفوق وفي الجوانب. شوفوا لي خواتاتي هنا، ولازم تخلوا البلاص بيناتهم باسكو غادي يفيضوا، غادي هذيك الخميره اللي درناها له غادي تزيد الحجم تاع هنا البودان. هنا شوفوا خواتاتي حاولت هكا نوسع بيناتهم وجاني الحجم تاعهم ما شاء الله، يعني السني يرفد لك بزاف. جيبوا حبه بيض هنا كامله، عصرت عليها الليمون باش ما تجيناش ريحه البيض، تقدروا تعوضوه بالخل. وهنا دربت هذيك الحبه تاع البيض مليح مليح. وتجوا هنايا تمسحوا الكروكي تاعكم بالبيض بالبانسو. لكن تاني عندي ملاحظه، الجوانب ما تهملوهمش، الجوانب مسحوهم باش من بعد كي يطلع غادي يجيكم ما شاء الله محمر من الجوانب، ما يجيكمش ابيض، ما يجيكمش من الفوق احمر من الجوانب ابيض. هذه نقطه مهمه تاني باش الفينيسيون تجيكم شابه. هنا خواتاتي جبت هنايا، كانت عندي الصراحه كنت نحوس على اللوز ايفيلي ولا كاوكاو ايفيلي، لقيتها كملي. كانت عندي شويه مكسرات هرستها كيما هكا وحطيتها من الفوق. هنا بغيت ندير لكم انا 3 تاع الاشكال، مام كنت باين لكم واحد بالشوكولا مي يعني ما جاتش بنتي بكري باش تشري لي الشوكولا ونديرها لكم. هنا درت زوج هادو تاع الوسط عفوا بالمكسرات، وهادو زوج عفوا غادي نطليهم غير هكا بالكاكاو والبيض اللي كان فيه الليم. هنا درت فوقه الكاكاو، تقدروا تعوضوا الكاكاو اللي ما عندهاش بالقهوه. هنا خواتاتي نطليه مليح مليح كيما هكا، ولا درتيه بالقهوه ديري له زوج تاع المسحات، دو كوش، مسحيه وروحي للزاوج عاودي ولي له هكا باش يخرج لك احمر وشباب. هنا ندير له هكا نطليه بالبيض والكاكاو مليح مليح، وقلت لكم ما تهملوش الجوانب. وفي هذه الاثناء ما هدرت لكمش على الفرن، انتوما كي تبدوا ديروا في الكاطو تاعكم شعلوا الفرن تاعكم يحمى على درجه حراره 160 170، ما يلقش يكون حامي بزاف باش يطيب لكم من الداخل. من بعد هنا درت هكا خطوط بالكارفو كيما راكم تشوفوا، خطوط عشوائيه ولا ديروا هكا مايلين ولا كيما بغيتوا نتوما، يعني الاشكال اللي بغيتوهم. كان هذا التزيين تاعه التقليدي. من بعد غادي ندخلها انا الى اعلى الفرن، انا كيش نطيبه هو وحلوه الطابع كيف كيف، نطلعه لاعلى الفرن. والطياب تاعه مهم باش يطلع لك كيما هكا ويجيك فوليوم من بعد وما يتشققلكش بزاف. لاعلى الفرن نخليه يطيب في غرده، كي نشوفه هنايا الجوانب تاعه تحمروا نهوده لاسفل الفرن ونشعل عليه من الفوق، يعني الاولى يطيب غير من تحت ومن بعد نطيبه من الفوق. وهذه هي النتيجه تاعه. خليته برد تماما، هنا راه بارد، السني بارد وهو بارد حوالي نص ساعه ولا عاد. كاين هنايا هكا فوت عليه بالخضمي باش نجم نقلبه ولا نقلعه في سني واحد اخر. هنا حطيته قدامكم وشوفوا لي النتيجه تاعه. والله صدقوني من اروع الوصفات تاع الكروكي، يجي رائع جدا. ماذا بيا الشيرات ولا الاخوات اللي يبغوا يخدموا على رواحهم ديريه ودير له واحد الامبالاج شباب كيما هكا، كيما يقول لك العين تاكل الحاجه مزوقه، زوقي قبل ما تبيعي. ديري هكا امبالاج شباب يكون نقي، يكون هكا فيه يعني اللوغو تاعك ولا سيناتور تاعك ولا اسمك. المهم هنا وديروه في دي ساشي هكا وحسبوا ثمن البيع. دائما نقول لكم ثمن البيع يكون المشتريات تاعك، التكلفه تاع المشتريات تاعك في 2، والنتيجه اللي تحصلي عليها قسميها على عدد الحبات باش تعرفي الحبه تاع الكروكي شحال قامت لك. هكا خواتاتي وخدموا بالميزان هكا باش كل شيء يكون منظم وكل شيء الحسابات يجوك نيشان. واخر سر نقولها لكم في الوصفه تاع اليوم، انكم تقطعوها بخدمي ما يكونش مسنن. شوفوا الخدمي اللي تقطعوها به، يعني السكين اللي تقطعوها به يكون هادو تاع البطاطا باش ما تتفتتلكش الحبه. شوفوا لي خواتاتي هنا ما سرعت لكمش باش تشوفوا باللي غير تدخلي الخدمي وتهودي صاي يتقطع لك بكل سهوله، مقرمش من برا ومن الداخل طري ما شاء الله. اللي تبغي تحمر الجوانب تقلبيهم وتدخليهم في الكوشه يتحمروا لك من ومن. انا ما بغيش هكا كيكون قاصح بزاف باسكو عندي ولادي صغار وكاع ما يبغوش حاجه قاصحه. شوفوا لي خواتاتي اللون من اروع ما يكون والمذاق شهيتكم في الجنه. نعاود نقول لكم ما تنسونيش بصالح دعائكم، هذا هو كيما يقول لك الطلب تاعي الوحيد.
اذا كنتوا اول مره تشاهدوا قناتي نقول لكم مرحبا بكم، تنوروني وتشرفوني بالانضمام تاعكم للقناه. وكل وحده راهي تحط لي كومونتير شباب، وكل وحده راهي تدعي لي في كومونتير نقول لكم ولكم بالمثل، احبكم في الله. واخواتاتي نقول لكم حاجه، اللي عندها انستغرام ماذا بكم هكا تنوروني تاني في الانستغرام، نكونوا تاني عائله واحده تما كينا نهضر معكم بكل ارتياحيه. اللي تبغي ترسل لي، اللي تبغي تهضر معايا، اللي عندها كاش موضوع، راكم خواتاتي في الله. نتلاقوا كاع تما كينا باذن الله تعالى. انستغرام تاعي هذا هو اللي راه يمر عفوا عبر الشاشه. تطبيقاتكم اي حاجه والله نفرح باي انشغال تقاسموني به. وتاني حاجه كيما يقول لك الوصفه هذه ما تخلوهاش عندكم، بارطاجوها مع خواتاتكم وانتم تاني باش تكون في ميزان حسناتكم باذن الله تعالى. اللي تاكل كاش مورصو تقول لك يرحمها ويرحم والديها، عليا وعليكم. شوفوا لي خواتاتي، نعاود نوريكم من الداخل. شوفوا لي رائع جدا، هذا اللي نقوله لكم من قلبي من قلبي. نتمنىكم تجربوه. دوك نقسم لكم الحبه لمصداقيه الوصفه، نقول لكم استودعكم الرحمه الذي احبكم فيه، والسلام عليكم.